السلام عليكم. قبل ما ابدأ الفيديو محتاج اشكركم جدا على التفاعل على الفيديو القديم، ومتفائل ان انا اقدم اكتر، ومحتاج دعمكم الايام الجايه على الفيديوهات بتاعتي لانها بتبسطني جدا. ويا ريت تكمل الفيديو معايا للاخر وتحاول تعمل سبسكرايب للقناه عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بسرعه عشان ما اضيعش وقتك ونخش على قصتنا النهارده. قصتنا النهارده بتتكلم على كتاب اسمه كتاب الموتى المصري، بيوضح اسرار الحياه بعد الموت عند المصريين القدماء. تخيل لو في كتاب بالظبط بيوصف لك اللي هيحصل بعد ما تموت. الموضوع مش مجرد قصة ولا توقعات، لكن دليل تفصيلي لطريقك في العالم الآخر. كتاب سري عند الفراعنة كتبوه بأيديهم وقالوا إنه مفتاح الأبدي للحياة بعد الموت، اسمه كتاب الموتى المصري. بس السؤال هنا، هل هو مجرد معتقدات قديمة ولا وراء أسرار خطيرة؟ الفراعنة في الوقت ده كانوا يؤمنون إن الموت مش نهاية الحياة، لكن مجرد بوابة لعالم تاني. والمشكلة إن الطريق للعالم ده مش سهل، عشان كده كتبوا كتاب الموت، واللي كانوا بيعتبروه إنه أكبر دليل للسفر الروحي في التاريخ. كل ملك وكل شخص مهم كان لازم يكون عنده نسخة خاصة بيه من الكتاب ده متشالة معاه في التابوت. لكن السؤال هنا، إيه اللي كان مكتوب جواه؟ ظهرت مجموعة برديات بتتحرك في مشهد درامي مع صورة لموميا داخل التابوت، تتداخل معاها لقطات لشخص كأنه بيحلم أو بينتقل بين عوالم الحياة. الكتاب ده مش مجرد نصوص عادية، لكن مليان بالتعاويذ السحرية وتعليمات للطرق اللي لازم الروح تمشي فيها بعد الموت. كان في أكتر من 190 تعويذة بتساعد الروح على تجاوز الاختبارات اللي بتقابلها، من مواجهات مع الوحوش المخيفة لأبواب سرية لازم تعرف كلمة السر بتاعتها عشان تعدي منها، حاجات كتيرة جدا. تخيل إنك بعد موتك تلاقي نفسك في ممر طويل ومظلم وبتواجه حارس بوابة العالم السفلي. هل هتقدر تجاوبه ولا هتكون في خطر إنك تضيع للأبد؟ طبعا المشهد الجاي مقتبس من الكتاب، مشهد للمحكمة الأخرى، حيث يظهر الميزان الضخم وأوزوريس جالس على عرشه وبجنبه إله اسمه إله العدالة. وطبعا الكتاب كان بيوضح إن دي أخطر لحظة في الرحلة بعد الموت، وهي أخطر مرحلة كانت بتمر بيها، وهي محاكمة الروح. المصريين القدماء كانوا مؤمنين إن الإنسان لازم يموت، لازم يتعرض لحكم عادل بيحصل قدام الإله أوزوريس بنفسه. كانت في حاجة اسمها ريشة الحقيقة اللي كانت بتمثل العدالة المطلقة. كانوا بيجيبوا قلب الميت في اللحظة دي وتتحط على ميزان ضد ريشة الحقيقة دي. لو طلع اللي كان قلبه خفيف قصاد ريشة الحقيقة، معناه كده إنه عاش حياة صالحة ويعدي بأمان لعالم الفردوس. لكن لو كان قلبه تقيل بسبب الذنوب، بيقوم وحش مخيف اسمه أمت بالتهامه، يعني أكله، وينتهي روحه للأبد. تخيل بقى لو كتاب الموتى ده عندك وكنت مجهز نفسك لكل لحظة من المراحل دي. الغريب في العصر الحديث، العلماء اكتشفوا إن مش كل النسخ اللي من الكتاب ده كانت متشابهة. في برديات كانت مكتوب فيها تعاويذ جديدة ومحدش عارف مصدرها، والبعض بيقول إنها كانت تخص الكهنة بس، وكأنها أسرار ممنوع نشرها بين عامة الشعب. وكان في بعض الأسماء والرموز الموجودة في الكتب أو النسخ تم إزالتها عمدا وعن قصد، والسبب في ذلك مش بسبب الزمن أو التلف الطبيعي، كان في بعض الأسباب اللي كانوا بيقولوها المصريين القدماء، منها عشان محدش يستخدمها ويكون شخص غير مؤهل. وفي بعض الحالات كان بيتم طمس اسم شخص ما كنوع من العقاب بعد وفاته، حتى لا يتمكن من العبور إلى الحياة الأخرى، يعني عقاب ليه. فكانوا بيمسحوا الحاجات اللي كانت مكتوبة في النسخة بتاعته. السؤال هنا، هل الفراعنة كانوا عارفين حاجات عن العالم الآخر؟ وهل لسه مش قادرين إحنا نفهمها؟ وهل الكتاب ده مجرد دليل روحي، ولا كان في حاجات تانية سرية أو مخيفة في الطلاسم؟ في النهاية الأسئلة لسه بتزيد ومش معروفة. هل كتاب الموتى مجرد معتقد ديني، ولا كان دليل حقيقي على شيء أكبر؟ هل الفراعنة كانوا بيمتلكوا معرفة عن العوالم الروحانية
أكثر مما تتخيل؟ ولو تم فك رموز الكتاب ده، هل ممكن نكتشف سر الحياة بعد الموت؟ أنا منتظر إجابتكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نكمل مع رحلة البحث عن الأسرار القديمة. هل أنت مستعد لاكتشاف المزيد؟ كنا معكم في دشمة السرية.